مرحبا حبايب قلبي، عساكم بخير وصحة وسلامة الجميع إن شاء الله. اليوم كيكتنا كيكة الألوان، كيكة كلش سهلة وكلش لذيذة راح تشوفون منظرها كلش حلو. تقديمها للخطار أو تاخذوها كوياكم عند خطار همينة كلش طيبة. شي عندي 4 حبات من البيض، قلاص من السكر، قلاص من الزيت، قلاص من الحليب، 3 قلاصات من الطحين والباودر 2 وفانيلا 1. طبعا هسه راح نبدأ نخفق البيض والسكر وبعدها تدريج الباقي المواد اللي عندنا والوان اللي عندكم. اني ما اعرف ايش قد عندي الوان فاليوم راح اسويها الوان يعني كلش حلوة. هسه راح نجي نخفق البيض بالبداية. بسم الله، نخفقه شوي خفقة يعني بسيطة، بعدين نضيف السكر. هسه راح نضيف السكر الى ما يتضاعف حجمهم ويا البيض. شوفوا قام يتضاعف حجمه واظل احرك بيه الى ما يصبح لونه على بياض ويتضاعف الحجم. راح نجي نضيف الفانيلا، شوفوا لي الحجم مالته يتضاعف واللون اختلف. هسه راح نضيف الفانيلا، نضيف الزيت، نضيف الحليب ونحرك. هسه راح نضيف الطحين تدريجيا، بس يمكن راح ابدل هاي الكاسة كاستي صغيرة. هسه نضيف الطحين تدريجيا. هنضيف الباودر، راح نضيف الباودر ونحركه. هسه بعد ما كملته وهذا شكله، هسه راح اخليهم بكاسات واخلي الالوان اللي اني اريده. هسه خليت الكيكه بالكاسات، راح نخلي الالوان. شوفوا ايش قد الوان عندي اليوم، كله الالوان زين، فراح نخلي الالوان. هسه اول ما ابدي راح اخلي الكاكاو البودره حتى يصير عندي لونه جوزي. طبعا لازم الكيكه الجوزيه. هسه هنا راح يصير عندي ثخين لان خليت بودره، راح ازيده من الميه. شوفوا يعني هو مو سائل. هسه خففته بالميه صار لونه هذا. عندي هنا راح اخلي اللون هذا، ما اعرف شلون لونه، يمكن على ازرق هيك شي. بسم الله. شوفوا اللون. هاي هنا الجامع يمنا، ما اعرف اشكم ولدية، ما الله ما اعرف شاكو عندهم. شوفوا اللون يجنن. شوفوا اللون هذا ازرق. نجي على اللي بعده. خلصنا. نجي عندي هنا وردي يا وردي، بمبي وردي، هذا وردي همينة راح نحركه. اوف وردي طلع يجنن. احب هيجي مغامرات مال كيك، الوان كلها هيك شي. شوفوا اللون الجميل هذا
هماتين كملنا. هاي صار عندنا 3 ألوان راح نخليهم على صفحة. هسه هذا اللون السادة راح يبقى خليه هنا. هسه خلصنا الوردي، نجي على اللون الحلو الأحمر. اللون الأحمر همينة نضيف نسد عليه. شوفوا لي اللون الأحمر، شوفوا لي اللون الأحمر الدم، أحمر الروعة. شوفوا الألوان اللي تجنن. هذا لون الأحمر كمل عندي، راح نخليه وياهم. نرجع على اللي بعده. يا لون نخليه الأصفر. نجي على اللون الأصفر، اللون الأصفر الجميل. حركه. شوفوا لي اللون الأصفر. عندي باقي 2. شنو اللون؟ لون البرتقالي راح نخليه برتقالي، بس ان شاء الله ما عاد اخليه كثير حتى لا يصير مر. هاي لون البرتقالي عندي. تقريبا هذا وهذا نفس الشيء، بس هذا اصفر هذا برتقالي مبين. ما اريد اخلي طوزه هوايه لانه لا يصير مر، يعني مو مثل السائل. السائل احسن، يعني ان شاء الله اجيب كله سائل. سائل ما عاد اشوف كلها طوز، يعني صار فتره انه اني اريد سائل. السائل احسن، يعني اذا تاخذون الوان خذوا السائل. هسه ظل عندنا اللون الاخضر. الأخضر بسم الله. شوفوا لي الألوان الجميلة. اللون الأخضر. هسه هنا عندي قالب، بس أريد أسويه بهذا الشكل حتى يكون على النص بهذا الشكل. عندي نص إن شاء الله صار نص. دهنته بالزيت وطحين شوية ضفت عليه. هسه شنو اللي راح اجي اضيف الابيض. شوفوا لي، شوفوا المنظر ينزل بهذا الشكل كله. انتو تريدون لون لونين، انتو الكم الاختيار. وهسه نضيف اللون الازرق. اللون الازرق ما احلاه، نفس لون الكاسة كلش حلو. في اللون الأحمر. في اللون الأصفر. تريدون لون واحد لونين انتو براحتكم، بس أنا كل الألوان اللي عندي طلعتها اليوم. هسه اللون الجوزي، وهسه راح نضيف الوردي. وهسه راح نضيف الأخضر. نضيف الأخضر. وهسه نضيف البرتقالي الأصفر، انتو شو تسموه. هذا لا هو برتقالي ولا هو أصفر. ما حبيت انه اخليه هواية من اللون ليصير عندي الكيكة مرة، بس هذا اللون طلع عندي كلش حلو. هسه آخر لون ما شوفتكم اياه، لون جوزي. يعني لا هو جوزي لا هو يعني هيك لون زين. وهسه هذا اخر لون. وهسه هذا اخر لون، لا هو جوزي ولا هو يعني هيك لون فاتح. هذا ظلت عندي بالهاي، قلت اخلي له لون غريب، يعني شوفوا عليه لا هو جوزي لا هو قهوائي، يعني هيك لون. ان شاء الله تطلع حلوة لما تستوي هماتين. هاي خلصت الواننا كلها. شوفوا لي اياها، الوان جميلة جميلة. دي عود مال اسنان راح اسويها هيجي.
وهسه بهذا الشكل والمنظر الجميل راح اخليه على درجة 180، اعلق عليه التحت، بعدها نعلق الفوق عليه. نروح هسه نخليها تستوي ونرجع لكم. وهاي بعد ما كملت كيكتنا، وشوفوا طبعا شلت القلاص بالاخير لانه قامت تطخ بالفرن من فوق على الوجه، فشلتها، فعادي ماكو مشكله. شوفوا لي هسه خلي تبرد ونقطع. وهسه كملت كيكتنا الالوان كم لون، نسيت ما حسبت اصلا كم لون، انتو احسبوا كم لون واكتبوا لي بالتعليق كم لون خليت اني بكيكتنا هاي. صراحه اني ما حسبت والله، يعني هيج كل الالوان اللي يمي خليتهم. اكتبوا لي كم لون انه اني خليت. زين، فشوفوها حاره بعدها ما بردت هواي لانه اريد اخذها وياي طالعه، ف راح اقطعها ونشوف داخلها شلون. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا لي الهشه انتو مالتها، شوفوا لي الهشه، شوفوا لي الهشه مالتها. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا المنظر مالتها من داخل، شوفوا اللوحه، لوحه الداخل مالتها، شوفوا الشكل مالتها كلش كلش حلو. شوفوا لي اياها، يعني تستحق التجربه من واحد هيك يسوي اشياء، يعني يعجبه انه يسوي اشياء. انا مسويتها قبل بس مسويتها بغير طريقه. زين، شوفوا لي الداخل مالتها والالوان اللي بداخلها. شوفوا هاي بعدها حاره بس رهيبه، حرفيا رهيبه، وشكلها رهيب. بعد من تبرد تصير بعد اطيب ومتماسكه اكثر. هسه حاره، تعرفون الكيكه من واحد يسويها كلش تكون هشه، طعمها رهيب. زين، فهذا شكلها. ان شاء الله حبيتوا اليوم كيكتي اللي سويتها بجميع الالوان. لا تنسون اللايك، الاشتراك، وتشيروا الفيديو لاحبابكم واصدقائكم واهاليكم. ما راح اقدر اكل من عندها لان راح اخذه وياي طالعه هيجي، يعني طالعين سفره، ما اعرف يعني اقدر اصور ما اصور، بس هيجي طالعين نتونس فهنا على القلعه. فحبيت انه اني اسوي وياي كيك واخذه، فحبيت انه اسوي كيكه هيجي تغيير عن الكيكه الجوزيه والبيضه، فحبيت هيك اخلي بيها الوان حلوه. زين فهسه انا اقول لكم صحتين وعافيه ومن يمي اقول لكم مع السلامه.